نكون عايزين ايه في الكنافة غير ان هي تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. بصوا شكلها وجمالها عامل ازاي، طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهاردة هيكون استغفرك ربي واتوب اليك. طول الفيديو قولي استغفرك ربي واتوب اليك. في البداية خالص هنحضر شربات الكنافة بيكون متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. انا هعمل كيلو من الكنافة، لو انت هتعملي نص كيلو اقسمي الكمية على 2. 4 كوبايات من المية عليهم 3 كوبايات وربع من السكر، ورفعتهم على النار. وادي الليمونه اول ما هيبدا يغلي هعصر ليمونه كامله، لان انا طبعا هعمل كيلو كامل من الكنافه. ومش هوطي، يعني هقلل النار كده ايه حاجه بسيطه، وهسيبها لمده 13 دقيقه بعد الغليان، وتفضل تغلي على نار متوسطه، مش واطيه، نار متوسطه. شربات الكنافه بيكون متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف. معايا هنا كيلو من الكنافة. طبعا أول ما تجيبي الكنافة على طول كده اهو اقفليها كويس بالأكياس بتاعتها وحطيها في الفريزر، علشان تبدأ إنها تجمد معاكي. الكنافة لما بتبقى مجمدة أول ما بتطلعيها بتبدأي تفكفكيها كده بإيديكي على طول، بتفك معاكي بسهولة جدا. كل كيلو من الكنافة بياخد تقريبا حوالي 6 معالق كبار من السكر البودر. السكر البودر بيساعد ان هي تكون متماسكة وتقرمش كده معاكي وتديها لون جميل. هبدأ ان انا احط كده هو شوية بشوية من السكر البودر، يعني معلقتين معلقتين او 3 وهبدأ على طول ان انا اقلب الكنافة كده وافرفطها من بعد ما فككتها. طبعا انت ممكن ما تقطعيش الكنافة بايديكي وتفرميها في المفرمة، وممكن على طول كده تبدأي تكسريها كده. لو انت حطيتيها ساعة ولا ساعتين مش بتبقى مجمدة بزيادة، وتبدأي تكسريها كده بإيديك الحلوة. بعد بقى ما فرفضت الكنافة كده كويس جدا بالشكل ده، فردت عليها كده اهو، فردتها في الصينية بتاعتي. وهجيب بقى كوبايتين من السمن. الكوباية الزرقاء دي اللي انا جايباها دي بمعيار كوبايتين، اللي هو مجين الشاي العادي، كوبايتين من السمن. وحطيت عليها لون اورنج كده اهو، اللون ده صحي. بتشتريه من عند اي عطار، وفي بيبقى فيه كمان الوان جل. انتي مجرد بس طرف المعلقه كده هتخلي لك لون الكنافه حلو جدا، تديها اللون بقى الاصفر كده هو، ولما كمان بتحمر بتاخد اللون الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. يبقى حطيت على كيلو كنافه كوبايتين كاملين من السمن. الكنافه علشان تطلع معاكي مظبوطه لازم تظبطي لها الشربات وكميه السمن، وانتوا اكيد عارفين ان الكنافه بتحب السمن الكتير. هبدا بقى افرك الكنافه كده واخليها تتغلغل في السمن بتاعها، والسمن اي نوع سمن سواء بلدي ولا مش بلدي المتوفر عندك كله تمام وكله هيكون زي الفل. ابداي بقى قلبي الكنافه كده. بصي كنت تمسكي القطعه بقى كده وتحسي ان هي متغرقه كده كلها سمن. دي صينية مقاس 36، يعني أكبر صينية، عشان هخلي معاه هعملها كيلو كامل في نفس الصينية. فعشان كده دي صينية كبيرة. لو انتي هتعملي صينية نص كيلو ممكن تستخدمي لها صينية مقاس 26 أو 28. حطي السمن في قاع الصينية بسخاء، يعني ما تستخسريش كده، وحطي شويتين حلوين علشان تكون سهلة معاكي في القلب، وفي نفس الوقت تاخد من طعم السمن البلدي الجميل اللي انتي حطاه. هبدأ ان انا بقى اخد حوالي نص الكمية او اكتر من نص كده بشوية، وهبدأ ان انا افرفط الكنافة كده في الصينية بتاعتي بالشكل ده. يبقى أول معيار لنجاح الكنافة هو الشربات. أول حاجة الشربات كان 3 كوبايات وربع من السكر، سكر حبيبات، عليهم 4 كوبايات من المية، رفعتهم على نار عالية. وبعد كده خليت النار العالية ديت وسط كده إلى حد ما بعد ما ابتدت تغلي. وبعد ما حطيت عليها عصرة ليمونة كاملة. ما تحطيش فانيليا بقى عشان تستطعمي بطعم السمن الجميل، لو انتي حابة تحطي فانيليا مفيش مشكلة. وابتديت ان انا سبت الكنافة الحلوة بتاعتي، سبت الشربات بتاعي لمدة 13 دقيقة بعد الغليان، والنار كانت متوسطة. هنا بقى كنت مجهزة شوية مكسرات. حطيت طبعا الطبقة الأولانية من الكنافة زي ما انتوا شايفين، بعد ما خليت الكنافة تتغرق بالسمن كده بكوبايتين سمن محترمين. وحطيت بقى هنا هو زبيب وجوز هند وطبعا فول سوداني، وجرشت الفول السوداني او ان انا فرمته كده فرمتين خفاف. فاكرين الذكر بتاع النهارده كان ايه؟ كان استغفرك ربي واتوب اليك. مش هتتخيلوا يا جماعه المذاق بتاع الكنافه دي، والله يا جماعه كل اللي ذاقها قال طعمها فوق الرهيب. طعمها روعه جدا وطعمها جميل، مقرمشه من بره وطريه من جوه. السمن كده تحسي بيه، والشربات بتاعها مظبوط جدا. طبعا انا بقى بمسك صينيه الكنافه الحلوه دي وبحطها في الارض، وببدا ان انا اضغط بكل تقل جسمي كده اهو بايديا على الكنافه، علشان تبدا انها تبقى صف واحد، وتبقى بقى مش منعكشه ولا مفروله معايا بعد السوا. حطيت بقى هنا الطبقه التانية بعد طبقه المكسرات ما وزعتها كده كويس. طبعا انت ممكن تستخدمي القشطه، وممكن تخليها ساده زي ما انت حابه. ضغطتها برضو، حطيت الصينيه طبعا على الارض، وابتديت ان انا اضغط عليها جامد جدا. وبعد كده جبت صينيه كده هو مقاس اصغر، وابتديت ان انا اضغط على الكنافه تاني، علشان الكنافه كده تطلع
قطعة واحدة، ما تبقاش مفرولة بزيادة، وتكون كده مظبوطة زي اللي احنا بنشتريها من بره، القطعة كده تكون بقطعتها. كده تمام. هحطها في رف اوسط لمدة تقريبا 30 او 35 دقيقة. اول ما الحواف خدت اللون، بصوا الحواف بتاع الصينية خدت اللون المحمر كده، يبقى كده القاع بتاع الصينية خلاص استوى. هبدأ بقى ان انا اولع الشواية وافضل جنب الفرن بتاعي ممشيش. طبعا اول ما بتطلع كده تحسوا ان هي ناشفة كده ومقرمشة. بصوا بقى الشربات طبعا كان بارد جدا. شربات ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، علشان الكنافة بتاعتك تطلع مظبوطة جدا. وهبدأ بقى اسمي الله كده، هو ابدأ ان انا احط كل الشربات عليها. هسيب بس حوالي 3 كبشات كده هو من الشربات، عشان لما اقلبها احط كده اهو على الوش، علشان الشربات يتغلغل كده جوه الكنافه الحلوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك هو ذكر الله، استغفرك ربي واتوب اليك. تحس ان الكنافه زي الاسفنجه بتشرب اي كميه شربات انت بتحطيها. كل الشربات احنا هنحطه اللي هو كان 3 كوبايات وربع من السكر على 4 كوبايات من الميه. كده تمام. طبعا انا ما حطيتش الشربات البارد على الكنافه السخنه اول ما طلعت، انا استنيت كده على الكنافه تهدى كده لمده 5 دقايق، وبعد كده حطيت الشربات عشان ما تعجنش مني. ادي بقى ال3 كبشات اللي انا تقريبا سبتهم. بصوا او الشربات كده كده زي ما قلت لك متوسط، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، يعني متوسط كده، مش زي شربات المقالي، مش زي شربات القطايف او بلح الشام او صوابع زينب، لا بيكون خفيف كده حاجه بسيطه، علشان الكنافه ما تبقاش مقرمشه بزياده، او يعني معضمه كده زي ما بيقولوا، تكون كده مظبوطه جدا. بصوا بقى الجمال، والله يا جماعه كان طعمها رهيب، الخرطه بخرطتها. بس اصبري لما تبرد خالص، علشان وقطعيها بسكينه ماشيه كده وحاميه، عشان تكون مظبوطه بمشيئه الله. بصوا بقى شكلها جميل قد ايه. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم رمضان بخير. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. افتكر ان هي مقرمشة من بره وطرية وهشة من جوه. شكرا ليكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك ذكر الله، استغفرك ربي واتوب اليك. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.